بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ معكم محمد من قناة محمد فؤاد الاهلاوي. النهارده لسه خلصان ماتش الاهلي والسيراميكا كليوباترا. طبعا زي ما توقعنا التشكيل بتاع امبارح نتيجة، بس النتيجة الحمد لله بقت 5 مش 3. فكده هنتكلم في كذا حاجة عن ماتش النهارده. فيتفعل الجرس في القناة ودينا لايك ولا كده عشان نوصل كل جديد. أول حاجة بصراحة الشوط الأولاني طبعا النسيان، محدش هيتكلم فيه ولا في أي حاجة خالص غير بس الجون بتاع حسين الشحات. الجون بتاع محمد طاهر خبطة في سلاكة وداخل الجون، فمفيش حاجة نتكلم فيها في الشوط الأولاني. بس في حاجة مهمة جدا لازم نتكلم فيها، في الشوط الأولاني إن احنا بنلعب من غير جهة يمين، معندناش جهة يمين خالص، سواء محمد طاهر أو أكرم توفيق. طبعا توفيق مرجع بالدفاع في الهجوم، وأكرم توفيق في الدفاع كويس جدا، لكن كهجوم مفيش. الجبهة اليمين عندنا واقعة خالص، فكان عندنا مشكلة فيها في الجبهة اليمين، فلازم نشوف حل في الموضوع ده. إن طه بصراحة ممكن طه يكون بيدافع بس ما بيهاجمش، برضه مفيش هجمات لطه في الدنيا خالص. يعني حسين الشحات كان شوية كويسة وأي حاجة على الله، لكن في الناحية التانية مفيش حاجة خالص، يعني مفيش هجمة خالص، يعني فاهم. عشان الناس الأهلي كله مجاش أساسا عامة، يعني ولا طاهر ولا أي حد خالص. هو الشناوي مش طاهر، محمد الشناوي بصراحة، يعني لولا محمد الشناوي ما كناش جبنا 5-2. فبرضه عندنا مشكلة في الدفاع عندنا الشوط الأولاني كان ضايع خالص. فالشوط الأولاني خلص بالسلامة الحمد لله 2-1 للأهلي. جه الشوط التاني عمل تغييرات، طبعا قفشة مكان أحمد كوكا، وخدها فتاح مكان يوسف أيمن. طبعا يوسف أيمن شايف نحكم عليه عشان منظلموش، بس هو لسه محتاج شوية عشان خاطر بس ايه منجيش عليه ونحكم عليه من دلوقتي. طبعا الحمد لله برضه في أول دقيقة جبنا جون بتاع طاهر محمد رفعها لباسم أبو علي. بس برضه طاهر يعني كل ماتش طاهر ليه كورة أو كورتين بس، يعني طول 90 دقيقة في كورة أو كورتين، مفيش حاجة تانية بيعملها. أو عمل جون جاب جون، مفيش حاجة تانية ممكن حد يقولها على طاهر. بس شفت بقى لما بيرسي تاو نزل في جبهة اشتغلت، جبهة من عندنا اشتغلت من بيرسي تاو بصراحة، سريع ومهاري وبتاع ومش عارف ايه، لكن في جبهة اشتغلت. انت مش عارف معروض بره ليه؟ يعني يا عم انت طاهر نزل الشوط التاني، طالما احنا بناخد من طاهر كورة ولا كورتين نزل الشوط التاني. وبعد كده جبنا الجون التالت حسين الشحات، انا طلع برضه كان نجم مباراة حسين الشحات. وبعد كده طبعا محمد طاهر جاب جون الخامس. فبرضه احنا عندنا مشكلة في الدفاع زي ما قلنا، الجون اللي جابه كوندوسي نص الدفاع، يعني فاهم، حتى لو كورة أوفسايد هما هيلعبوا على صفارة، فاهم، لكن الكورة عندنا مشكلة في الدفاع عندنا، فأنا مفتوحة جامد أوي. وكمان الشوط الأولاني في حاجة نسيت أكلمكوا عليها. الشوط الأولاني الأهلي كان لو لاحظتوا باصاته وحشة، وهي لعبة بتبقى بسهولة، معرفش ازاي يعني، فاهم. الشوط الحمد لله الشوط التاني الدنيا اتظبطت شوية والدنيا كانت كويسة الحمد لله، كسبنا 5-2. بس نفسي كولر بس يراجع نفسه في موضوع طاهر محمد طاهر، يعني يريحه شوية ويريح إمام شوية، برضه إمام تعبان شوية يريحه، يعني الماتش زد اللي جاي ديت يعني يريح إمام ويريح طاهر محمد طاهر، يبدأ بقفشة ويبدأ بيرسي تاو، هتفرق معانا كتير. يعني بيرسي تاو سريع ومهاري وبيعرف يروح الجول. فده كان تحليلنا سريع كده على ماتش الأهلي النهارده. فنفس التشكيل قلنا امبارح، النتيجة طلعت 5 مش 3 الحمد لله. طبعا وسام أبو علي محدش يقدر يتكلم عليه، طبعا نجم كبير مهاجم كبير، بيعرف يقف على الكورة، بيعرف يباص الكورة، يعني تشوف الباص اللي باصها طاهر باصت معلم بصراحة يعني. فممكن نقول نجوم المباراة طبعا محمد الشناوي، حسين الشحات، وسام أبو علي، دول نجوم المباراة بصراحة. خدها فتح لما نزل بصراحة، قفل الدنيا ورا شوية، أحسن مش تقريبا بكتير يعني. فده كان تحليلنا على ماتش الأهلي. احنا وصلنا في كليوباترا، وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن، وعايزين أحسن من كده. احنا عايزين أداء بالنتيجة، احنا جمهور الأهلي بنحب الأداء بالنتيجة. إن شاء الله في ماتش اللي جاي نكون أحسن ويكون الدنيا كويسة معانا إن شاء الله. فإن شاء الله بإذن الله القادم أحسن بإذن الله الأهلي. عليه كله بس يفكر في التشكيل بتاعه شوية، يعني في ناس كتير قاعدة برا المفروض تنزل، يعني إذا عمر الساعة دي يعني أنت جايبه ليه يعني بصراحة يعني.
مش فاهم يعني. وطاهر ده انت ملبسه ان كل ماتش ليه؟ مش فاهم. كل ماتش بناخد منه كورة او كورتين يعني، فاهم. فان شاء الله نشوف الفترة اللي جاية هيحصل فيها ايه. ده كان احنا ماتش سريع، ماتش الاهلي وسيراميكا. فعلى الجرس تشوف القناة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.